السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير ومبسوطين. وحشتوني 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 بجد والله وحشتوني. سامحوني بقى على الايام اللي فاتت دي كلها، انا ما صورتش لاني بصراحة كان عندي حالة نفسية، كنت تعبانة جدا ومريت بظروف صعبة شوية. فبجد يعني الحمد لله ابتديت اتحسن شوية، فقلت ارجع لكم تاني بقى ونصور كده فيديوهات تاني، وتعالوا ندردش شويه وانا بغسل المواعين بتاعتي. واخباركم ايه؟ وحشتوني والله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا مبسوطين وايامكم كلها هنا وايامكم كلها تبقى راحه كده يا رب، ومحدش يمر بضيقه ايا كانت الضيقه دي بقى، ماديا، مشكله مع زوجك، مشكله مع اولادك، مشكله مع اهلك، ايا كان يعني هو بيبقى ابتلاء والحمد لله احنا راضيين بيه. فتعالوا ندردش شويه كده مع بعضينا، سيبنا بقى من الايام الوحشه دي وايام الزعل، احنا هندردش مع بعضينا شويه. احنا بنغسل مواعين، المهم انتوا بس تبقوا طمنينوا عليكم وتقولوا لي عاملين ايه، وتدخلوا لي كده في التعليقات وتقولوا لي وحشتينا يا ام يوسف. طبعا زي ما انتوا والله العظيم وحشتوني كده، وحشتني التصوير ووحشتني ان انا اقعد اتكلم معاكم، لان انتوا اخواتي وربنا اللي يعلم والله يا جماعه. عاملين ايه؟ اخباركم؟ بصوا بقى تعالوا ندردش شويه، سيبنا بقى ايه حاجات النكد دي والحاجات الوحشه اللي احنا مش عايزين نرجع لها تاني. بس انا هبقى اعمل لكم فيديو واحكي لكم ايه اللي حصل معايا وايه اللي خلاني تعبت وايه اللي خلاني ان انا ما صورش. ده كده يبقى فيديو لوحده. احنا بس هنقعد ايه ندردش شويه كده واحنا بنغسل المواعين بتاعتنا. وما تنسوش ما تنسوش، لان شكلكم نسيتوني صح؟ ممكن لا، مش عايزاكم تنسوني، وعايزه ان شاء الله الايام اللي جايه تبقى ايام كويسه وايام فرح كده وهنا. وايه تدخلوا بقى تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس لو انت اول مره تشوفيني وما تعرفينيش. انا اختك ام يوسف، اسم القناه بتاعتي يوميات ام الولاد. يا رب تدخلي كده وتشوفي المحتوى بتاعي، ولو عجبك تكتبي لي كلمه حلوه كده وتقولي لي انا جديده عشان ادخل ارحب بيكي، وتبقي اخت من ضمن اخواتنا حبايبنا. وللي طبعا عارفني ومتابعني، انا رجعت لكم تاني اهو، وانتوا واخدين عني طبعا ان انا مش ليا في النكد بقى، ماليش في الحاجات الوحشه. عشان كده لما مريت بظروف صعبه شويه ما حبيتش ان انا اطلع اتكلم عنها في وقت ما انا متضايقه، لاني ممكن هوصلها لكم بقى بطريقه هتبقى تزعلكم كده. فقلت لا، خليها لما ايه لما نبقى كويسين واقول لكم عليها يعني. متنسوش بقى تفعيل الجرس ماشي، عشان اي جديد انزله اتفرج عليا. وايه تاني يا ام يوسف؟ ونقعد ندردش مع بعض شويه. بصوا، كل اللي انا عايزه اقوله لك ان انتي مش اي حاجه تضعفي قدامها، مش اي حاجه تيأسي، ومش اي حاجه تقولي ملهاش اي حل وتتعبي نفسيا وتتضايقي. بجد بجد والله ما هتتعبي غيرك انتي، انتي اللي هتتعبي، انتي اللي هتحسي بالتعب، محدش هيحس باي حاجه غيرك انتي. كل اللي اقدر اقوله طول ما انتي قاعده في بيتك اولادك حواليكي، دي بالدنيا كلها والله. ربنا يكون رزقك بزوج حنين وزوج كويس، دي برضو بالدنيا كلها. فالحمد لله على اللي يجيبه ربنا، الحمد لله على كل حال. وانتوا اخواتي واصحابي، ويعني هقولك ايه، احنا بنتعلم من بعض والله، بنتعلم من بعض. يعني انا حصل معايا موقف فتعب نفسيتي، انا ممكن لما اقولك عليه واقولك تخرجي منه ازاي، ممكن انت تخشي في نفس الموقف او موقف شبيه ليه يعني، فتعرفي تتعاملي معاه ازاي يعني. بس والحمد لله على اللي يجيبه ربنا. وشفتوا بقى المواعين كتيره قوي ازاي، مواعين كتير كتير كتير، رغم والله العظيم بصوا يعني انا كل يوم بغسل كميه مواعين. المواعين دي لو ليها اهل تسال عليها تمام ما كانوش سابوها لي كده. هو طبعا الحمد لله طول ما احنا فينا صحه وبنقدر نقوم نغسل مواعين، طول ما احنا اللهم بارك معانا اولادنا بصحه كويسه وبياكلوا كويس ونقدر نغسل مواعين، طبعا دي كلها الف حمد وشكر ليك يا رب. ما تتضايقيش ان المواعين كتير، ما تتضايقيش ان انا كل شويه بقف قدام المطبخ لا انا بغسل مواعين، لا انا كل شويه بعمل في اكل. احمدي ربنا. انت لو اولادك ما بياكلوش وصحتهم مش كويسه هنجري على الدكاتره وهناخد بقى مقويات وهناخد حاجات ان هم ياكلوا، انما طالما هم كويسين وصحتهم كويسه دي بالدنيا كلها. وبناخد حسنات يعني، كل ما تبقي عايزه تاخدي حسنات اكتر اهتمي باولادك اكتر ان هم ياكلوا اكتر وتغسلي مواعين.
لان هي دي عقدتنا في المطبخ، المواعين. ادعوا لي بقى، ادعوا لي ربنا يسهلها عليا ويفرجها عليا شويه كده، ونجيب غساله اطباق. نقدر يعني نجيب غساله اطباق. هو احنا طبعا نقدر بعد، يعني هقول لك ايه، هو فضل ربنا الاول طبعا والاخير، احنا بنسعى بس. تمام. ربنا ان شاء الله ان شاء الله ما بيشوفش عبد بيسعى لحاجه الا لما بيقف معاه دايما. ونقدر نجيبها ازاي بقى يا ام يوسف في الغلا ده والظروف، وبتقولي لي غساله اطباق دي حاجه تافهه؟ دي لا والله العظيم يا جماعه مش حاجه تافهه، لان انت بتبقي معرضه في اوقات لتعب، في اوقات مش قادره تعملي اي حاجه. فهي فعلا ايدك اليمين في كل حاجه، ايدك اليمين في المطبخ. بصي يعني ما بتخليش عندك اي حاجه. انت بقى حطيتيهم في قلب الغساله، هي غسلتهم، تعبانه مش قادره تقومي، حد من الاولاد حطهم. طبعا هي لما هتغسلهم عنك مش زي ما طبعا حد من الاولاد يغسلهم، لان اكيد عارفين طبعا ان انا اولادي كلهم صبيان فمالهمش في غسيل المواعين. بس فالحمد لله طول ما فينا صحه، طول ما بنقدر نعمل هنقدر نعمل، ونحمد ربنا ان هو بيدينا حسنات على الحاجات اللي بتتعبنا في البيت، ونقول الحمد لله والشكر لله على كل حاجه. المهم طمنونا انتوا بس عليكم عاملين ايه، يا رب دايما تبقوا مبسوطين وسعداء، والدنيا كلها تبقى مبسوطه، ونقدر ندعي لبعض. يا ريت تدعوا لي ارجوكم، يعني ادعوا لي كده في التعليقات دي، ربنا ييسر حالي وربنا يشفيني ويخش عني ويخليني لاولادي، وانا اللي اقدر اقوم اعمل لهم حاجتهم، ما احتاجش ان اي حد يجي يساعدني. فبجد بجد مستنيه الدعوه منكم، ان انتوا تدخلوا في التعليقات تدعوا لي بصلاح الحال وبهدايه اولادي، وليكم بالمثل، والله ليكم بالمثل. خلي بالكم انت لما بتدعي، يعني مثلا ايه، لقيتي حد محتاج ان عايز حد يدعي له ودعيتي له، بجد والله الملائكه بتقول لك ولكن بالمثل. يعني زي ما انت دعيتي ان مثلا يصلح له حال اولاده، هتلاقي ربنا سبحانه الله وتعالى هدالك اولادك. دعيتي له بتوسيع الرزق، هتلاقي ربنا وسع رزقك، لان كل حاجه انت بتعمليها لو عملت حسنه ربنا طبعا بيزودها 10 اضعاف. فما تنسوش تدعوا لي كده، ولكم بالمثل ان شاء الله يا رب العالمين. بصوا هما حبه مواعين مش كتير، بس والله كانوا مضايقني، اللي هو كنت يعني اللي هو عايزه اقوم اعملهم كسلانه، انا عايزه اعمل الغدا. هتعملي غدا ايه النهارده يا ام يوسف عشان نغش منك بقى؟ ماشي. بصوا كان في كوبايه من تحت كنت شايفاها، لان انا بغسل الكوبايات الاول وبعدين الاطباق وبعدين باقي المواعين. هتعملي اكل ايه؟ انا هعمل سمك. مين بيحب السمك؟ هم انا اولادي ما بيحبوهوش، يعني في جزء كده منهم بياكلوه هم مضطرين غصب عنهم، وفي الجزء التاني لا، اللي هو لا انا مش هاكله، يعني مش هاكله. تمام. بس بجد انا بقالي كتير ما اكلتوش ونفسي اكل سمك، ما عملناهوش خالص طبعا في رمضان. عايزه اكلمكم على رمضان يا جماعه، مين وقولوا لي يعني اذا كنتوا انتوا زيي ولا لا، مين رمضان ضاع منه؟ بجد مش ضاع منه ان هو ما صامهوش، لا، ضاع منه ان هو كان مظبط ان هو يعمل حاجات كتيره في رمضان وما قدرش يعملها. مين كان ناوي ان هو ومتشجع ان هو كان كل يوم ينزل يصلي التراويح وما عرفش؟ بجد رمضان ده كان مجهود عليا جامد، كان تعب، لاني كنت بودي ابني المدرسه الصبح بدري، فبضطر اصحى للسحور، يعني كنت اصحى الساعه 2 ونص بالليل، ما نمش الا تاني يوم هو المغرب. انا مجرد ما كنت بفطر من هنا كنت بنام، بجد حرفيا كنت ببقى خلاص هلكت، اللي هو ايه، لا انا مش قادره اقاوم، بضطر انام. اوقات كتيره العيشه كانت بتضيع مني بصراحه، وده كان بيتعبني نفسيا، لان انا كنت عايزه انام، بس انا غصب عني بضطر، عيني بتروح نايمه لوحدها، وببقى نفسي بجد ان انا انزل اصلي التراويح. انا صليت حوالي 2 أو 3 بس التراويح في رمضان كله، كان نفسي اختم قران، وكان نفسي في حاجات كتيره وربنا ما وفقنيش فيها، بس والله كان غصب عني، والله ابدا كان مجهود كبير عليا، وكانت حاجات كتيره كده، وما كنتش قادره ان انا اعمل اللي انا كنت قايله عليه. انا كنت قايله على حاجات هعملها في رمضان، وكنت والله مستعديه ليه، وكنت عامله شقتي وفرشه زينه رمضان، وكنت عامله حاجات كتيره ان انا اعملها،
بصوا يا جماعه الحله دي عشان بس ايه محدش يقول ايه ده، دي ابني معايا يوسف ربنا يبارك فيه ويخليه يا رب. قعد حبه ايام كل يوم يعمل فشار. بصوا محروقها خالص، انا بقعد ادعك فيها بجد مش راضي يطلع. فانا كلمت حد يعني فاتح عندنا صبانه بيبيع يعني منظفات وبيبيع حاجات كويسه، فقلت له على الحله دي. راح قال لي انا عندي خلطه يعني هيدهاني. الخلطه دي هتنضف لي الالومنيا وتنضف لي الاستانلس من الحاجات اللي بتبقى محروقه فيها. بس ما حدش بس ايه يفتكر ان انا ايه سايباها كده مش بنضفها، لا والله يا جماعه. بس والحمد لله على كل حاجه كده ربنا. فادخلوا لي كده وقولوا لي عملتوا ايه في شهر رمضان. مين ختم المصحف؟ مين كان منتظم في الصلاه؟ مين كان بينزل كل يوم يصلي التراويح؟ مين كان يعني حس فعلا ان رمضان ده هو رمضان جميل؟ رمضان انا بحبه، ورمضان طول السنه والله يا جماعه بقعد احضر لحاجات. من هقول لكم ايه الفيديوهات اللي جايه هتوريكم. انا ببتدي من دلوقتي اجهز لرمضان ان شاء الله ان شاء الله اذا احيانا ربنا لرمضان اللي جاي. بحضر له حاجات، وكنت على يدكم انا كنت مخزنه حاجات عشان تسهل عليا. بس والله مرت ظروف خلتني مش عارفه، ما حسيتش برمضان، ما استغلتش رمضان صح، ما قربتش. او انا والله يا جماعه مش فكره ان انا ما قربتش لربنا، ربنا عالم بحالي وربنا عارف ان انا بحبه جدا وعارف ان انا دايما يعني بتمنى رضا ربنا عليا. بس ما اعرفش في ظروف حصلت هبقى احكي لكم عليها خلتني قصرت جامد. فمين زي مر بظروف ما عملش حاجه كويسه في رمضان؟ احنا الحمد لله الحمد لله كنت بعمل فطار لاولادي كويس وطلعت اللي ربنا بيقدرني عليه وعملت والله حاجات كويسه. بس فعلا ان انا اصلي التراويح وان انا ابقى منتظمه كده لا ما عرفتش بامانه. وما كنتش بتفرج على التلفزيون على فكره يا جماعه والله خالص، يعني ما كنتش متابعه مسلسلات لاني ما كانش في وقت، وكنت مهدوده وكنت تعبانه وتعبت جدا في حاجات تانية، فضيعت رمضان مني. فيا ريت يا ريت اللي استغل رمضان يكتب لي يقول لي لا انا استغليت رمضان واستغليته ازاي. ويا ريت اللي ما رمضان ضاع منه زيي يدخل يقول لي برضو، ونشجع بعض وننصح بعض ونقول لبعض على كل حاجه. ده السمك انا هنضفه دلوقتي وهظبطه، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. احنا غسلنا حبه المواعين والحمد لله الرخامه بقت فاضيه ونظيفه وجميله، ونعمل السمك. واستنوا الفيديو اللي جاي في حاجات حلوه قوي. انا هحكي لكم اللي حصل لي، بس ده ما ياثرش فيكم خالص، انتوا بس يعني تاخدوا ان انا خرجت منه ازاي وتستفادوا منه. ويا رب القناه بتاعتي تعجبكم، ويا رب تشتركوا في القناه، ويا ريت يا ريت تدخلوا في التعليقات وتقولوا له وحشتيني يا ام يوسف. ماشي، واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.